يا حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا جدا. اسفين على التأخير. النهاردة يوم عشوائي من حياتي. جبت بيجامة جديدة فقررت ان انا اوريها لكم، وجبت حاجات جديدة برضو هنوريها لكم مع بعض. بس اول حاجة هنفتح البيجامة دي وهتشوفوها دلوقتي. انا اخترت اللون الرصاصي، والصراحة اللون الرصاصي ده بيفكرني بايام المدرسة، كانت ايام ما يعلم بها الا ربنا. بس مش مشكلة، عادي، هو لون هادي وحلو فحبيته، بالذات الرصاصي في الابيض بيخليكي كده رقيقة جدا. يعني بجد اللون ده حلو خالص. فبس هنلبسها بقى وهنجيلكم. وكمان جبت حاجة لذيذة جدا لشعري، وهي البونيه الستان ده. بتلبسيه وانتي نايمة علشان شعرك لو كان هايش زيي بيقلل الهياشان بتاعه، وبجد تحفة. جيبوه. وطبعا قبل ما نلبس البيجامه لازم ناخد الشاور. فجبت بقى السكراب ده للجسم، هو برضو للوش وللجسم، بس انا بستعمله بس للجسم. وجبت اللي هو الحمام الكريم ده اللي هو بالجرجير، هو لبناني، يعني شو غصنك يا لبنان، بس حلو. علشان تنعيم الشعر يعني وكده. تمام. ودي بقى الحاجات او بقية الحاجات اللي انا بحطها شعري العادية، اللي هي بتاع اللي بتحفز الدورة الدموية للشعر، والشاور جل، والشامبو التاني اللي هو برضو للشعر. بس دي الحاجات اللي بستخدمها في الشعر، حاجات بسيطة جدا. وكمان جبت الصابونة بتاعت لبان الدكر دي، بيقولوا ان هي حلوة وبتنضف البشرة فجبتها. طيب بعد ما اخدنا الشاور يا حلوين، هنبدأ بقى نعمل السكين كير لبشرتنا اللذيذة. طبعا المرطب بتاعي خلص، فانا دلوقتي بستعمل السيروم اللي انا بستعمله عادي جدا. وكمان بستعمل التونر اللي هو مش تونر، اللي هو اللي بتاع الاطفال، زيت جونسون بتاع الاطفال ده. اللي متابعني عارف ان انا بستعمله كتونر للبشرة، وبستعمله لحواجبي، وبستعمله لشعري، وبستعمله لرموشي، وبستعمله لجسمي كمان حرفيا. زيت جونسون ده ليه استعمالات كتير وحلو جدا. وبعد كده يا حلوين، كالعادة انتوا عارفين عشان نحافظ على شبابنا وعلى بشرتنا لازم نستعمل الجواشة. وبعد كده جبت الفازلين ده او المرطب بتاع الفازلين اللي هو لونه بينك. يا لهوي، خطير خطير خطير، بيخلي الشفايف حرفيا تبقى موردة. حطوه قبل ما تناموا ورب الكعبة هتحسوا بفرق، هتحسوا ان شفايفكم حرفيا عامله زي شفايف البيبي. والله بجد ما بهزر. بالنسبه للناس اللي بتحط ميك اب كتير او بتحط روج على طول على شفايفها وبيسمر شفايفها، اغسلي بس شفايفك قبل ما تنامي وحطي المرطب ده وانت هتحسي بفرق على طول. بعد كده بقى جبت حبيت اوريكم الحاجات اللي انا جبتها. جبت الفرش دي، وكمان جبت الصابونه اللي انا وريتها لكم. وهنا الفازلين اللي احنا لسه موريينه ليكم، حرفيا خطير يا جماعه. وكل بنت لازم يكون عندها الفازلين البينك ده، حرفيا تحفة 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 تحفة. انا حسيت بفرق من اول استخدام، من اول مرة استخدمته فيها حسيت بفرق. وبصي هتكفيكي لمدة شهر قدام ولا شهرين، الله اعلم بقى. انا بحطه كل يوم حرفيا وما بيخسش ويجراش له حاجة، بيفضل زي ما هو. بعد كده جبت الباف دي. انا جبت منها 2، هما بيبقوا في كيسة واحدة. دي طبعا استعملتها، والتانية هوريها لكم دلوقتي. حرفيا يا جماعة بيدمجوا الميك اب احسن من البيوتي بلندر. شوف البيوتي بلندر عندي عاملة ازاي، ميتة حرفيا. فاستخدموا الباف دي احسن من البيوتي بلندر. وجبت الكونتور ده. وكمان جبت الفاونديشن الجديد ده عشان الفاونديشن بتاعي خلص. وهنا بقى كنت بوريكم الفرش. وهنا جبت الهايلايتر الابيض عشان انا بحب الهايلايتر الابيض جدا. كان عندي بينك بس ما حبيتش البينك. وجبت كمان القطن ده علشان احنا هنستخدمه كتير. وده كان شكل التسريحة بتاعتي. بسم الله ما شاء الله. اتمنى ماما ما تشوفش الفيديو ده عشان ما تفش في وشي بس. وبعد كده قررت افطر، وما تستغربوش ان الفطار سمك مشوي، علشان اصلا ده كان الغدا بتاعهم وانا كنت قايمه متاخر، فده كان فطاري. وبس كان في جرجير، وكان في مسقعه وسلطه، وبس ده كان فطاري. وبعد ما فطرت الحمد لله، قررت بقى ان انا احلي بالجوافة دي، وفي نفس الوقت اسمع الفيلم اللي هو بتاع حب البنات. حرفيا الفيلم ده تحفة. وبكده يا حلوين يكون انتهى الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب للقناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، وي انيو.